الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. والبيكنج باودر ده هيخلي لي الصينية بتاعت الجلاش مورقة وجميلة. وهقلبهم كده كويس، وهنزل بيهم على الصينية بتاعت الجلاش، واتأكد ان هي كلها بقى عليها الصوص. وهدخلها الفرن 10 دقايق تاني، يا دوبك تاخد لون حلو من تحت ولون حلو من فوق. هفتح عليها الشواية في اخر دقيقتين تاخد وش حلو كده. هنا بعد ما طلعت مقرمشة من بره، والريحة مش قادرة اقول لكم قد ايه تحفة. هقطع كده واطلع لكم حتة عشان تشوفوها. بجد جربوها، مش هتعملوا الجلاش غير بالطريقة دي بعد كده. ومشرفة جدا في العزومات، واقتصادية طبعا مفيش كلام. ودي كانت وصفتنا النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك او شير للفيديو. مستنية آرائكم وكومنتاتكم، واشوفكم على خير في وصفة جديدة.